هذه سيارتي الثانية. صبحكم الله بالخير والهنا والرضا والسعادة وراحة البال وقضاء الدين وفرج الهم. أنا خبطها بحديد الظاهر. الله ما علينا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف حالكم؟ شايف التعليقات الناس زعلانة وحط كاميرات وأسوي له وأعمل له. سيبها على الله. من قال حسبي الله ونعم الوكيل ما خاب. أخي كثير تشوف في مجتمعنا من الجبناء والحقراء كثير، يعني ما يحب يواجه، يا يجيك يسبك من سناب شات، يا يعمل لك شيء، يعني يروح تسترجل على سيارة بهيمة، انت تستقوي على حديد وخشب، اصنام هذه. تعال خليك رجال وواجه. ليه انت لدي الدرجة جبان؟ وكثير تشوف الحقراء والحاقدين يا اخي لدرجة والله العلي العظيم انا ينوبني تفكير طول الوقت اني انا ابغى عيالي يكبروا ويوصلوا الثانوية وامشي، خلاص امشي، اخرج من هذا المجتمع، اتوكل على الله. بعدين ترجع تقول لسه في هذا المجتمع في خير، والله في خير، قسما بالله في خير. قبل كم يوم كنت سايق الدباب، طالع بالدباب معي المحفظة وفيها فلوسي وفيها هوياتي واستمارات السيارة ورخصي وبطاقات الأحوال، كل شيء. طاحت المحفظة من فوق الدباب وما انتبهت إلا بعد ما قطعت 3-4 شوارع. والله العظيم انه اتصل علي واحد، السلام عليكم انا لقيت محفظتك عندي اشاره وتعال. رحت اخذت شنطتي مو ناقص منها شيء، ما عاد الجوال تفجرت كسرت شاشاته عشان ما اندعست عليه السيارات. فالا ما تلاقي فيه. ونصيحه عشان تعيش هنا بين هذا المجتمع الجديد الغريب، ايش تسوي؟ حاول لا تدقق، لانه لو دققت عزائك لنفسك والله حتتعب، حتمرض، حتلاقي في كل شبر حاقد وحاسد ومغتاب. يا رجل من جلدتك من دمك تلاقي عم وعمة او خال او خالة وسخين يهرجوا فيك، يهرجوا في عرضك. فما بالك لما انا اشوف عمك ولا خالك يهرج فيك، ايش حقول؟ اذا عمه اللي من عرضه ولا من صلبه هرج فيه، هذا الولد ايش وضعه؟ كبرتي والله العظيم ما في احد بيجي له هرج قدي انه انهرج فيه وفي سمعته وفي عرضي قدي. خلوني زاني وسكرجي وكفشوني في بيوت ناس وعملوا لي نفض. والله العظيم لما صار احد يجي يقول لي فلان يقرب لك ترى هرج فيك، وقال لما انت كنت صغير صرت اضحك. اسمع، فلان يقول انه في فتره من الفترات كان جاركم، ويقول انك انت كنت في الحاره تيجي سكران اخر الليل. ترد والله صرت ارد بابتسامه. اسمع، فلان يقول انه يعرف ابوك، وابوك كان يقول انه شكيك في الشرطه. على طول فك فمك وري له كل الاسنان كلها، كمان يعني اذا هوليوود بزياده وري له ابتسامه هوليوود. اتفرج على المجتمع الغبي اللي انت عايش فيه. انا عشت في بريطانيا 6 سنوات تقريبا. ما عندهم الكلام ده. ايوه عندهم نسبه الجريمه عاليه وعندهم كفار وما يصلوا وما يعرفوا ربنا، بس ما عندهم النظافه وما حد يهرش في الثاني وما حد. يا راجل هنا على الترك حقي في واحد ساكن في الحي هنا اللي اقول لكم عليه البيشي، كل يوم والله ما طفش، كل يوم يشتكيني في الاماره ويشتكيني في البلديه. على عنبر الترك حقه مسبب زحمه في التير، على عنبر الترك حقه مسبب دوشه في المواقف، مع انه انا في شارع داخلي ماني في شارع عام. على عنبر الترك حقه مسوي تعفنات في الحاره. والله حقين الامانه والاماره يقولوا لي كل يوم صرنا نرفع السماعه، ايوه يا بيشي ايش بتشتكي على عنبر لدي الدرجه، يقولوا لي كل يوم مقدم فيك بلاغ يوميا. وانا من هذا المنبر احب اوجه رساله، طول ما انت تيجي تسبني في الخاص بيوزر وهمي وتروح تكسر لي سياراتي تشتكيني في الترك، اعرف اني انا سيدك وتاج راسك، وانت ما تجرؤ تيجي هنا عند الترك المعلوم عنوانه وتقول لي سبه واحده في وجهي. والله اتحداك لو انك رجال من صلب رجال، جدك كان رجال، جدك اي احد في سلالتك الين قبل سيدنا ادم كان رجال، تعال عند الترك هنا واتنفس، بس اتنفس. عزيزي تتعود بينك وبين نفسك انك تقولها
على عنبر ارجل مني، فما اقدر اروح له فيس تو فيس، اخبطه من هنا، اضربه من هناك، اهرج في عرضه في مجالس الحريم بس. اما اني انا اروح له فيس تو فيس، لا والله، هو يدعسني ويدعس رقبتي وارجل مني بمراحل. قولها، رددها بينك وبين نفسك عشان تصبر نفسك. علينا اليوم اول 3 سندوتشات